وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياث المستغيثين فأغث يا غياث فأغث يا غياث القرفتاريا فأغث يا غياث المستغيثين وبيدك المبتلى وأني سيده يا شديد القوى وازل عنه بالأسى والجوى وبر غليله يا من على العرش استوى ومن إليه الرجوى والملتهى اللهم ونحن عبيدك التائقون اللهم ونحن عبيدك التائقون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وقمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغوا منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما واتمم نعمتك بتقديمك يا أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسوله السيد الأكبر وعلى أبي السيد الأصغر وجدة الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من استفيت من آبائه البررة وعلي أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أتفيائك وخيرتك من خلقك وصلى عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لهمدها اللهم وأقم بالحق وادحد بالباطل وأدل بي وياك وأدل بي عداك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجتهم ويمكث في ظلهم وعنا على تهدية حقوقي إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك
واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفيا وحوائجنا به مقضيا واقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرف عنا بجودك واسقنا من